يابا بهذا الفيديو راح نشوف شلون نسوي قيمة لحمة مشوي على الفحم. قوامها كلش كريمي متجانس، وراح نسوي وياها رز زعفران اصفر، وراح نشوفكم شلون راح نوزعها. بسم الله نبلش. لحم بقر من جهة الفخذ راح نقطعها شرايح كبيرة بالطول مع اتجاه الالياف، راح ندهنه بشوية هواية سمنة ونعطيه تقليبه سريعه. بهالاثناء الحمص مالتنا نخلي عليه بيكنج صودا، وراح نخلي فوقه ربع طن مي ونخليه على الطباخ يطبخ على راحته. راح نجيب لنا بصل راح نقطعه انصاص ونشيله نخليه مع اللحم. هسه راح نروح المطبخ يابا. الفحم مالتنا جاهز، راح نصف اللحم على الجريل وندخله ونسد الباب. يتحمر اللحم مالتنا كل زين، راح نقلبه وراح نصف بصف البصل وراح نخليهم يطبخون على الجمر. اللحم مالتنا صار جاهز وتحمر، راح نشيله. البصل مالتنا همينه صار جاهز، راح نشيله. هسه راح نرجع لللاب. كمية اللحم والبصل راح نخليها بجدر كبير، نخلي فوقها ربع طن مي وراح نخليه يطبخ على راحته. هسه نفتح المجر مالتنا وناخذ رز الوليمه، نفتح الكيس وناخذ من عنده 5 اكواب، نغسله كل زين وراح ننقعه نص ساعه. ناخذ زعفران نحطه بالهاون ونطحنه كلش ناعم، نخلي فوقه ثلج ونطحنه همينه. راح نصفي رز الوليمه ونخليه بالجدر ونخلي فوقه مي الزعفران، وراح نخليه يطبخ بحيث يشرب كل نكهه الزعفران واللون. بالنسبه للرز الابيض راح نخلي رز الوليمه بصينيه كبيره وراح نطبخه بالفرن. بجدر راح نخلينا ربع طن سمنه، ملح، هيل، نوي بصره، كمون، فلفل اسود. هاي بهارات القيمه بدون دارسين، بدون. نحمس البهارات كل زين، وراها راح نخلي فوقها ربع طن معجون ونطبخه حيل. الحمص مالتنا بعد ما استوى راح نشيله ونضربه بالبلندر هو والمي مالته، قوامه راح يصير كلش ناعم بهالطريقه هذه. اللحم مالتنا نشيكه استوى وصار ذايب، ناخذ لنا لحمايه ونخليها وين بالعجانه ونعجنها بحيث يتفكك اللحم كله. راح نشيل الخليط ونخليه فوق الحمص، وراح نستمر الى ان نسوي هالكميه كلياتها. بعدها نصب فوقها المعجون ونخلطها كلش زين. راح تلاحظون انه اللحم فصل عنه المي. ايش راح نسوي؟ راح نجيب طحين مال الحمص نخليه بمي حار ونخلطه بحيث يثخن ويصير قوامه مثل البشاميل، ونصبه فوق القيمه ونبقى نخلط بيها الى ان كل شيء يتلابس يعطيها قوام كريمي. هسه اخر شيء اهم فقره، راح نفرقع على الوجه شويه هوايه سمنه ونخلطها كل زين. راح نجيب رز الوليمه الابيض وصينيه عملاقه ونخلي عليها الرز، بعدها رز الزعفران على الوجه. وهسه راح نجيب بطل الفيلم واللي هو القيمه وراح نصبه على الوجه. شوفوا لي القوام مالته شلونها. قيمتنا برز الوليمه صارت جاهزه، قبل التوزيع احنا راح ناكل والفريق لازم هم يتغدى. في ناس اول مره يجربوها بحياتهم وكلش حبوها، والدليل شوف الصينيه شلون نسفت. هسه راح نجهز القيمه للتوزيع. راح نخلي رز 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 رز، بعدين زعفران 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 زعفران. وهسه راح نحط بكل كاسه ربع طن قيمه 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 قيمه، وراح نغلفها ونحط عليها الاسماء مالتها، نخليها بالاكياس ونشيل الاكياس ونروح نوزعها. وهذه بعض تعليقات من الشباب اللي وزعنا لهم. بالعافيه، في مال الله.